السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا لهذا اليوم هو كثرة طرق الخير. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. شرح الحديث: صدقات نفعها على صاحبها. هذا الحديث يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصون على كل خير وعلى التنافس في الخيرات، ومن كان منهم فقيرا فإنه يحب أن ينافس من كان غنيا في الخير. ولهذا شكى فقراؤهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا مثل ما يفعل الأغنياء، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، لأنهم متفقون مع الأغنياء في أنهم يصلون جميعا ويصومون جميعا، ولكن الأغنياء يزيدون عليهم بأنهم يتصدقون، وقد فهموا أن الصدقة إنما تكون بالمال. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدقة تكون في غير المال أيضا، وأن الإنسان إذا عجز عن الصدقة بالمال فيمكنه أن يأتي بشيء يقدر عليه وتكون له صدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني من أمور أخرى تقدرون عليها. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك يعتبر من الصدقات. فقال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تسبيحة صدقة، أي كون الإنسان يقول سبحان الله له بذلك صدقة، وهي صدقة على نفسه، لأنها صدقة قاصرة ليست متعدية، لأنه كلام وذكر يقوله بنفسه، فنفعه قاصر عليه وليس متعديا. قال صلى الله عليه وسلم: وكل تكبيرة صدقة، أي كونه يقول الله أكبر له بذلك صدقة. قوله صلى الله عليه وسلم: وكل تحميدة صدقة، أي كونه يقول الحمد لله له بذلك صدقة.
قوله صلى الله عليه وسلم وكل تهليلة صدقة، أي كونه يقول لا إله إلا الله له بذلك صدقة. فهذه الكلمات الأربع كل واحدة منها إذا أتى بها الإنسان فإن بكل واحدة منها صدقة منه على نفسه. فبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تكون في غير المال وأنها تكون بالذكر. صدقات نفعها متعد. ذكر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما كان نفعه متعديا، فقال صلى الله عليه وسلم وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالآمر والناهي متصدق عن نفسه وعلى غيره، فهو متصدق على نفسه بكونه عمل صالحا وفعل أمرا معروفا ونهى عن منكر وأرشد إلى خير، وكذلك هو نافع غيره، لأن ذلك تعاون مع غيره على البر والتقوى، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم ذكر بعد ذلك أمرا من الأمور التي للنفوس فيها حظ ووطر، وهو قضاء الشهوة بالنكاح الحلال. إذن ذكر بعد ذلك أمرا من الأمور التي للنفوس فيها حظ ووطر، وهو قضاء الشهوة بالنكاح الحلال، والإنسان فيها يستفيد ويفيد ويحصن نفسه ويحصن غيره ويعف نفسه ويعف غيره وينال هذه الشهوة وهذه اللذة، ومع ذلك يكون له فيها أجر. فدل على أن الأمور المباحة التي للنفوس فيها حظوظ وفيها قضاء الشهوة إذ احتسبها الإنسان عند الله وقصد بها إعفاف نفسه وإعفاف غيره وإحصان فرجه وإحصان غيره والإحسان إلى نفسه والإحسان إلى غيره، فإنه يكون بذلك محصلا للأجر. فوائد الحديث: أولا حرص الصحابة على الأعمال الصالحة. ثانيا الصدقة لا تختص بالمال فقط. ثالثا فضيلة التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثا تحويل حظوظ النفس وشهواتها عبادات بالنية الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.